اهلا بكم من جديد اعزائي مشاهدي ملاعب اليوم. الحقيقه رجعنا لكم تاني، وفي الجزء الثاني من حلقتنا هنفتح النهارده ملف التحكيم اللي هو فيه كلام كتير قوي وفيه كلام كبير قوي ان هو اللي هيبوظ الدوري. هنفتحه، هنناقشه، هنشوف الحكام ظالمين ام مظلومين مع ضيوفنا او نجومنا النهارده. يعني الاستاذ كمال عم مشرفنا. فندم ازي حضرتك؟ اهلا بيك كابتن عصام عبد الفتاح مشرفنا النهارده. اهلا بيك يا سيدي. اهلا بيك، الله يخليك. نبدا النهارده اول سؤال مع حضرتك. طبعا انا بستمتع وانت دايما معايا، بحس بنعمل قواضي والردود بتبقى جامده يعني شغل جامد. الحكام الفتره اللي فاتت في ناس بتقول ظالمين، في ناس بتقول مظلومين، في ناس بتقول هم ضحيه الالتراس، في ناس بتقول هم ضحيه المديرين الفنيين للانديه بيعلقوا شماعات عليهم. هم ضحيه مين؟ هو بس في البدايه الظالم ومظلوم ده كلمه كلمه واسعه جدا. الحكام المصريين بيعيشوا في ظروف صعبه جدا، بيعيشوا طبعا المفروض انت زي ما انت قلت مديرين فنيين بيبحثوا على شماعه لتعليق هزائمهم ومشاكلهم الفنيه. اسهل كلمه واسهل حاجه حكم المباراه، لانه مش هيقدر يقول اتحاد الكره، هيلاقي مجموعه اتحاد الكره او اللي بيدافعوا عن اتحاد الكره او دراويش اتحاد الكره هيهاجموهم ويرد عليهم. حتى او الحلقه الاضعف هي حكم المباراه، وما اسهل ان انا ارمي عليه. اتنين، حكم بيعيش في ظروف صعبه جدا، حكم بياخد فلوسه بالعافيه، بيشحت فلوسه حتى اللي هي حد ادنى، يعني مرحله بالامانه العار وعيب جدا ان الفلوس اللي هي المبلغ البسيط اللي هم بياخدوه. اللاعب بياخد حقه، بياخد الالوف، المدرب بياخد حقه، اتحاد الكره له الخزنه بتاعته فيها فلوس كتير. الا حكم المباراه هو عنصر الاضعف في منظومه كره القدم. هو طبعا في مدير فني بيقول لك اتهزم فرقته فيقول لك الحكم السبب، هنا بيقول ان هو ظالم. في مباراه كانت مع الحكم كان مع فرقتي وفرقتي كسبت، يقول لك ده هو مظلوم. لكن ما بين الاثنين بيقف الحكم هو الحلقه الاضعف حتى الان في كل المنظومه اللي احنا شايفينها، وهم اللي بيتحملوا الضغوط، هم بيتحملوا اعلام منفلت في كل حته، بيشتم ويهاجم ومفيش حدود. بيشتم الحكم لانه لو شتم او هاجم المدرب هيجي يتخانق معاه. دي كلمه مهمه قوي، بينتقد ولا بيشتم؟ لا فوق النقد، يعني في ناس بتنقد، يعني لان النقد ده في ناس بتشتم وفي ناس طبعا في زي كل حاجه. ما هو انت عندنا في الاعلام وعندك في كل حته في مجموعه بتقول كلمه حق او زي ما بنقول نقد بناء، وفي مجموعه لها مصالح ان هي تدربك الدنيا عشان ده شيء طبيعي. لكن برضو خلينا منصفين، ظروف الحكام اللي بيعيشوها في الدوري المصري او في مباراه كره القدم ظروف غير طبيعيه مقلقه جدا. حكم ذنبه ايه اما يتشتم ويرجع بيته؟ حكم ذنبه ايه ان هو بيدفع من قوت ولاده من المرتب اللي هو بياخده من اي حته عشان يركب عربيه او يحط فيها بنزين ويروح اذا كان اسكندريه او يروح الغزل او يروح في اي حته عشان يبقى عنده كرامه؟ بيجيب لبس ويجيب منين؟ من قوت ولاده وبيدفعه، ومفيش حد بيسمعه الا في ازمه بنشاور ونقول الحكم المباراه اللي موجود. كابتن عصام، الحكم المصري مؤهل ولا غير مؤهل؟ والله بص، يعني انا عشان اكون منصف الحقيقه الحكم المصري انت بتقول ظالم او مظلوم، هو مظلوم على طول الخط ومنذ عهود بعيده الحقيقه وازمنه بعيده. وانا هتكلم على الوقت اللي انا عايشته في التحكيم المصري. الحقيقه الحكم المصري مظلوم جدا، يعني الاهتمام بيه يكاد يكون ضعيف جدا. انا شايف ان مش هقول ان هو الحلقه الاضعف في المنظومه، لا، انا هقول ان التحكيم المصري مش موجود على خريطه الكره المصريه. يمكن انا عايشت لجنه الحكام اكتر من لقاء معاهم في الاسابيع اللي فاتت. الحقيقه الناس الحقيقه بيشتغلوا بشكل كويس جدا، عندهم الحقيقه يعني طرق كتيره جدا للنهوض بالتحكيم المصري، ولكن هم عندهم افكار رائعه. كابتن عصام صيام وكابتن وجيه احمد ونصر عباس وحسن علي كلهم الحقيقه مش عاوز انسى حد، عندهم افكار رائعه لتطوير التحكيم المصري، ولكن طبعا هم لوحدهم مش هيقدروا يسقفوا، لازم اتحاد الكوره يساندهم. الكابتن عصام بيحارب الحقيقه على فلوس الحكام، وهو مشكور لان دول اولاده، وهو يعتبر اب الاسره التحكيميه. الحقيقه بيحاول الراجل مع اتحاد الكوره وبيحاول يقول للحكام ان انا هجيب وهعمل، لكن لازم اتحاد الكوره يسانده. على مر التاريخ او الفتره اللي انا عشتها كحكم والان كمتقاعد، انا شايف اتحاد الكوره الحقيقه اهتمامه بالتحكيم ضعيف جدا، وهو اللي بيحرج لجان التحكيم بشكل كبير قدام الراي العام، والحكام ولجان الحكام هم اللي بيتحملوا كل شيء.
دي الحقيقه اللي لازم نقولها. اهتمام بالتحكيم مش موجود، لان الناس عندهم افكار، وكان في ناس قبل كده كتير عندهم افكار، ولكن لازم المساعده. لان احنا بنتكلم على كابتن كمال، بيتكلم على حقوق الحكام. يعني حقوق الحكام بالكاد ممكن يوصلوا اليها، ولسه كمان لهم فلوس، فانت مش قادر ابسط حقوق مش قادر توفرها. طب الناس عندهم خطط لتطوير التحكيم، طب ما الخطط دي عاوزه اموال. طيب ازاي هتطور التحكيم؟ ودايما هو الشماعه وهو الحكام اخطاوا، لكن انا شايف ان الناس بيقوموا بدورهم على اكمل وجه، ولكن يجب المساعده من اجل النهوض بالتحكيم المصري. كابتن كمال، انا عارف ان انت يعني الالتراس او جمهور الاهلي او الوايت نايتس، انت دايما بتبقى متعاطف احيانا كتير، تختلف احيانا بس متعاطف احيانا كتير قوي. مش شايف ان هو متطرف اللي معاهم؟ انا مش عايز اقول كاش، انت حبيبي. لا بعد اذنك، متطرف معاهم. متطرف معاهم بعد اذنك. متطرف معاهم. تمام. الفتره اللي فاتت ونشهد ان الالتراس كان ليه في ماتش غزل المحله موقف في الحقيقه جميل، ثبات رهيب، هدوء، الناس ما طلعش بهم حاجه، ما فيش خلافات. بس الفتره اللي قبليها كان ضغط جماهيري كتير جدا على الحكام، وتعليق شماعات كتيره جدا على الحكام. هل الجزء ده لو هدي ما يحلش شويه حته الحكام؟ خلينا بقى نبقى منصفين. التراس في منظومه كره القدم الناس او المجموعه الوحيده، طبعا انت شايف الايجابيات بتاعتهم، شايف منظر المدرجات في التشجيع. انا اسف هقاطع حضرتك بس، والالترس ناخد الكابتن عصام صيام يعني نطمن منه على المنظومه ونرجع منهجمه. طيب ونرجع تاني لسه يعني احنا ناخدناه في الاول عشان بعد كده نخلص. مساء الخير يا كابتن عصام. مساء النور يا استاذ سيف. ازي حضرتك؟ واهلا طبعا بصديقي العمر الكابتن كمال عامر، وبالحكم العالمي كابتن عصام عبد الفتاح اللي بيبدع في كل مكان يتواجد فيه. الله يخليك. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم، مشرفنا. واحنا قلوبنا معاك يا سياده اللواء كأسرة التحكيم، وهنفضل معاك دايما ومع أسرة التحكيم ان شاء الله. تسلم يا كابتن عصام. كابتن عصام، بمنتهى الصراحه كده، بمنتهى الشفافيه، كل الحكام بتتكلم الفتره اللي فاتت عن اداء حضرتك، عن دائما حضرتك مساند ليهم، ولكن في الفتره الاخيره يعني في نبره طلعت عاليه جدا ان في انتقادات او غلط او شتيمه في الحكام من اعلاميين او من اعلامي، وان لجنه الحكام يعني واقفه المفروض ان هي تكون ظهر الحكام، وده ما حصلش، وده كان اخر تصريح للحكم ياسر عبد الرؤوف. هو بص يا فندم، اولا انا بستاذن سيادتك بس ان انا اولا بشكر الكابتن ابراهيم حسن في المداخله مع حضرتك، وعايز بس اوضح للكابتن ابراهيم احنا بنشكره طبعا على الكلام الجميل اللي هو قاله بخصوص التحكيم. احب اقول له، ويمكن الكابتن عصام عبد الفتاح تتابع معانا، ان احنا بنراجع ملاحظات واخطاء الحكام كل اسبوعين، وبنلتقي بحكام مباريات الاسبوع، وكل حكم بيناقش في مباراته امام الجميع في غرفه مغلقه، الهدف منها هو التطوير والاصلاح. بالنسبه لموضوع المعسكرات، احنا بننشئ المعسكرات في التوقيتات التي تسمح التوقيتات انها ينشأ فيها، لان النهارده المباريات زي ما حضرتك عارف والكابتن ابراهيم طبعا مش بعيد عنه، ان المباريات بتتلعب كل 3 ايام، بالعكس الاسبوع ده اتلعب في الاسبوع ال11 يوم الجمعه والسبت والحد، ثم الاسبوع ال12 هيبدا يوم الثلاث. من الصعوبه جدا ان انا اجتمع بالحكام اللي موجودين في محافظات مختلفه في اقصى الصعيد وفي العريش وفي اسكندريه وباقي المحافظات، فمن الصعوبه ان انا اعمل لقاء كل يوم او كل 3 ايام، زائد ان احنا لسه لم نصل للاحتراف التحكيمي عشان يبقى الحكم متفرغ وموجود معايا ودائم. بالنسبه لموضوع السماعات، احنا نجحنا الحمد لله، ومجلس الاداره وكابتن سمير والدكتوره ماجي بالاتفاق مع الشركه الراعيه، ولو ان ده مش موجود في التعاقد، نجحنا ان احنا اتفقنا معاهم انهم هيوردوا كدفعه اولى 10 اطقم سماعات في القريب العاجل. من ناحيه اعداد الحكام، احنا الحمد لله بنعدهم نفسيا وبدنيا وذهنيا. اما فيما يخص الاعلام، هو احنا طبعا مسؤولين عن منظومه التحكيم، ولكن احنا ما بنقدرش طبعا كلجنه حكام ان نتابع جميع البرامج الرياضيه لانها كثيره، بالاضافه للاعلام الرياضي المقروء والمسموع والمرئي. انا شخصيا مع احترامي طبعا لمعظم البرامج، انا وقتي لا يسمح، لان احنا بنشتغل، وحضرتك بتكلمني دلوقتي وموجود معايا الكابتن ناصر عباس والكابتن محمود عثمان والكابتن ناجي والكابتن مصطفى، احنا والكابتن وجيه يمكن عنده برنامج وجاي، ما بنمشيش من اللجنه قبل الساعه 10 11 بالليل، ما عندناش من الوقت، لان احنا لو التفتنا للبرامج مش هنشتغل. ولكن هذا لا يعني
ان احنا بنترك حق الحكام. كل واحد بيتسول له نفسه ان هو يخطئ في حق الحكام، احنا قادرين عن الرد، ولكن بنقول احنا بنرد عن من هم في مستوانا. اما زي ما انا بقول دايما في مثل بيقولوا الصعلوك بيسلم الباشا، انما الباشا عمره ما هينزل عشان يرد على الصعلوك. فاحنا باستمرار بنرد على الحاجات اللي هي تختص بمستوانا، اما اللي اقل من مستوانا لا نلتفت اليها، لان احنا لو التفتنا اليها معنى ذلك ان احنا يعني اتهزينا او الموضوع اثر فينا. احنا ماشيين برضو بالقول السائر دع القافله تسير. واحنا ماشيين والحمد لله بفضل من ربنا سبحانه وتعالى احنا شاعرين راضين ضمائرنا وناجحين في اي تجاوزات احنا لنا طبعا. كابتن عصام بناخده بالطرق القانونيه، ولكن لن نتدنى لهذا المستوى. كابتن عصام، كابتن كمال عامر ليه سؤال عند حضرتك. اتفضل يا استاذ كمال. بدل الانتقالات والفلوس المخصصه للحكام، انا شايف معظم الحكام اللي بنقعد معاهم بيقول لك بتبقى شكوى يعني شكوى جماعيه كده. الاتحاد المصري لكره القدم عاده بيأخر صرف المستحقات الماليه للحكام. بص يا فندم، بص يا استاذ كمال، اولا انا حياتك بقالي مده احنا ما يعني مفيش اتصال، واتمنى ان احنا نعود للاتصال مره اخرى يا استاذ كمال، لان احنا عشره قديمه. نمره 2 الجزئيه الخاصه بالمستحقات، انا احب ابلغ حضرتك ان احنا كلجنه طبعا لما تشرفت انا بالتواجد في اللجنه في 2022 كان في مستحقات متراكمه للحكام ما يقرب من 6 مليون جنيه. خزينه الاتحاد ساعتها كان يعني اقول لحضرتك حقيقه الامر كان موجود فيها 160,000 جنيه لا تستطيع استيفاء ولا اسبوعين ثلاثه. عملنا جدوله والحمد لله الجدوله منتظمه، وصلنا الى ان احنا صرفنا تقريبا اكثر من ثلثين المبلغ. باقي مستحقات من الصعوبه ان انا اجي في يوم وليله اقول للاتحاد اديني جميع المستحقات. ده 4 مليون خدت 4 مليون وناقص 2 مليون. 4 مليون مين ناقص حوالي 2. 2 ده من اللي فات، اللي حاليا دلوقتي. الجديد ما انا هقول لحضرتك الجديد مستحقات الحكام في الدوري الممتاز حتى الاسبوع الخامس موسم 2011 2012 صرفت. الشيك الخاص بالممتاز من الاسبوع السادس للاسبوع العاشر تم توقيعه وسيصرف خلال ساعات. القسم الثاني عملنا شيك للست اسابيع اللي اتلعبت، عشان زي ما حضرتك قلت انا لو صرفت القديم وما صرفتش الجديد هيحصل تراكم ثاني، واذا استمرينا او جت لجنه بعدينا هتعاني نفس المعاناه. لحد دلوقتي تقريبا معظم مستحقات موسم 2010 2011 احب اقول لحضرتك ان احنا جينا لقينا في مستحقات من 2008 و2009 و2009 2010 متاخره، بالاضافه لمستحقات لدول اجنبيه. يعني سويسرا لما بعتنا لها نطلب منها حكام قالوا لنا انتوا ليكوا احنا لينا مستحقات عندكم ادفعوها الاول. المانيا نفس الشيء. كل الحاجات دي اتسددت على قدر المستطاع. بنحاول ان احنا نصرف الجديد وبرضه ناخد جزء من القديم عشان في القريب العاجل يكون وصلنا ان احنا بنصرف المستحقات اول باول. كابتن عصام، الحقيقه كابتن عصام فتح كان ليه سؤال مع حضرتك. اتفضل. كابتن عصام، طبعا احنا قلبنا معاك كاسره كاحد افراد اسره التحكيم، وانا شايف ان فيه هجوم وفي معظمه غير مبرر الحقيقه من الاعلام على الحكام الحقيقه. وانا شايف كمان يا كابتن عصام ان في اختراق لاسره التحكيم، ان في بعض الاعلاميين حاول يعمل وقيعه ما بينه وبين حضرتك على وجه الخصوص، يمكن في احد الاحاديث من يومين في الاهرام سبورت الحقيقه. ويمكن انا بادرت ان انا اكلم حضرتك عشان يعني لان انا عارف ان حضرتك طبعا اكبر من هذا الكلام. اولا يا كابتن عصام انت تعلم مقدرتك ومنزلتك عندي. سيبك من الحب موجود والحمد لله ودائم، اما الاحترام هو الاهم. احترامي لحضرتك، ولما حضرتك كلمتني انا قلت لحضرتك انا بدور على في السايت على الموقع اللي حضرتك قلته ومش عايز اذكر اسمه لانه ذكر كلام عن لساني عاري تماما من الصحه. واعتقد ان العلاقه اللي بيني وبين حضرتك موجوده ودائمه، وانت دائما من اكثر المساندين لينا وبتجيلنا اللجنه كتير. انا لو في اي شيء من ناحيه الكابتن عصام ان انا عايز استشيره في رايي او اقول له رايي هيبقى في المواجهه زي ما احنا اتعودنا مع بعض. وانا لا انسى لك
ان انت لما جيت من دوره الالعاب الاولمبيه في اثينا، اول واحد كلمته انا، وجبت لي الشرايط اللي كانت انت تسلمتها في اثينا، وانا خليت حضرتك تتوجه لمعسكر الحكام وتشرح لنا كل ما دار في دوره الالعاب الاولمبيه. فالعلاقه اللي موجوده بيني وبين حضرتك ان شاء الله دائمه، وحضرتك راجل محترم، وانا يسعدني ان ابني من ابنائي يبقى عصام عبد الفتاح. كابتن عصام، الحقيقه السؤال الاخير، يعني كان الاعلام في اخر لقاء مع الكابتن ياسر عبد الرؤوف سمعنا مداخلات كتير، مكالمات كتير، في من ايد، في من اختلف، في من عارض، ولكن يعني حسينا ان حضرتك طلعت في وسائل الاعلام ويعني اشدت بالكابتن ياسر عبد الرؤوف وقلت هو ما غلطش وكان قرار صائب. هل فعلا ممكن الفتره الجايه نشوف اجراءات ضد الكابتن ياسر، ولا حضرتك بتؤيد فعلا وحضرتك مع الكابتن ياسر عبد الرؤوف؟ هو حضرتك انا النهارده يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق الجنه والنار للثواب والعقاب. المخطئ يعاقب. انا شخصيا واللجنه، مش عصام، اللجنه كلها شايفه ان ياسر عبد الرؤوف كان موفق في ادائه في اللقاء. اذا كان هناك بعض الملاحظات اللي تمت فدي قليله، ونحن برضه بنقعد معاه ونناقشه، لكن احنا مش شايفين ابدا ان ياسر عبد الرؤوف يستحق الا كل شكر وتقدير من اللجنه، واحنا اشدنا بيه، وان هو لما خد قرار باحتساب الهدف كان قراره سليم، والحكم المساعد ان هو يجري في اتجاه المنتصف طبقا لتوجيهات الاتحاد الدولي وللتدريبات اللي احنا بنديها لهم، فالقرار صائب. هو لما يتخذ قرار بانهاء المباراه، ويمكن ناس كتير كانت بتقول الغاء، وطبعا كلمه الغاء كلمه غير صحيحه، لان الالغاء دي اما تبقى المباراه قبل المباراه تبدا، انما عندما تبدا المباراه ولو دقيقه يبقى انه انهى اللقاء في توقيت صائب بالنسبه له. احنا ما بنتدخلش في القرار معاه. والعلم حضرتك انا كنت متابعه من ساعه ما خرج من الملعب، كان الكابتن يحيى البربري هو مراقب الحكام، كان اتصالي بيه مباشر وكان جنبه وبكلمه لحد لما خرج من مدينه المحله واطمأنيت عليه، لان انا بقول ان ياسر عبد الرؤوف زي ما حضرتك قلت منظومه تحكيميه واحنا مسؤولين عنه، لازم نطمن عليه. لكن انا شايف شخصيا ان ياسر عبد الرؤوف كان موفق. يعني احنا زي ما بنقول دايما احنا بنسعى والتوفيق على الله. ممكن يكون في قرار انذار مش انذار، لكن كان في قراره لما احتسب اللعبه خارج منطقه الجزاء كان قراره سليم، لما احتسب الهدف كان قراره سليم، بدليل ان هو في التقرير كتب ان النتيجه كانت 2-2. فاحنا شايفين، وانا بقول لحضرتك ان شاء الله كلنا سنرى ياسر عبد الرؤوف في القريب العاجل في اسناد المباريات، لان ياسر عبد الرؤوف من الحكام اللي احنا ما نستطيعش ان احنا نستغنى عنهم زي هو وباقي الزملاء. شكرا الكابتن عصام صيام رئيس لجنه الحكام. كلام محترم. هرجع لحضرتك، عايز نعلق ولا نرجع على طول؟ لازم عشان كلمتين بس. هو الكابتن عصام قال حاجتين طبعا، ان قال لك المساحات كبيره قوي في القنوات الرياضيه، التحكيم عنصر مهم قوي، الناس كلها بدات تسمعه، وفي حكام كتيره قوي بيجيدوا العمليه ديت، فلازم بقى عنصر مهم. لكن هو قال لك مش هقدر، وهو ما يقدرش يرد ولا يقدرش يبرئ حكم وعلى كل حكم. كابتن كمال بعد اذن حضرتك، انا مختلف شويه. اقول لحضرتك مختلف ليه؟ خلينا نتكلم بمنتهى الصراحه. احنا النهارده لازم المنظومه تحمي الحكم. حضرتك فتحنا الحديث، حضرتك قلت ما ينفعش الحكم يتشتم، مش الحكم انتقدوه بس ما ينفعش تشتموه. بس مين اللي يدافع عنك كحكم؟ ما انا هقول لحضرتك لجنه الحكام منظومه يعني جايه من اتحاد الكوره. اتحاد الكوره يملك الباور، يملك القوه، يملك سحب شرط الدوري، زي ما قبل كده مع اعلامي كبير رمز من رموز مصر كويس حصل خلاف مع عضو مجلس اداره في الاتحاد، اتسحبت الشاره عن القناه. فالنهارده اعلامي قاعد ماسك الحكام، ما انت هتحميهم ازاي؟ انت معاك الشاره. يعني عايزين نقول الصراحه. الظروف اتغيرت يا كابتن، الظروف اتغيرت خالص، بقى فيها مساحه من الديمقراطيه اللي كنت تقدر تعمله قبل كده ما تقدرش تعمله، خلينا منصفين. لكن هي السؤال بقى في حاجه حضرتك الديمقراطيه شتيمه؟ اللي بيحصل دلوقتي شتيمه وفوضى، وسمي زي ما عايز تسميها، على ما تتظبط الدنيا ونقدر نتكلم فيها. لكن ما تقدرش تقطع شارع عشان حكم او محلل في قناه هاجم. لكن حقك تاخده ازاي؟ انا باخد حقي على الحكم ان هو ياخد حقه.
في حاجه محدده، في حد اتكلم او بتاع، هو بيتكلم وبيشتبك وبيأدي لو هو، لكن انت ما تعتمدش ان اللواء عصام صيام هيجي كل يوم يجي يشوف بيان 15 قناه رياضيه ويقعد، مش هتنفع. خد حقك بطريقتك في التوقيت ده طالما انت الصح، غير كده مش هينفع. ده انا شايف. انا طبعا انتوا عمليه الاختراق دي كلمه حلوه قوي تبادلتوها مع بعض، لكن احنا كنا قاعدين وانا شايف ان في حد ضرب مثلا حوار او حاجه وانت هجمك فيه من خلاله، يعني في حاجه احنا ما شفناش. بس واضح ان في علاقه، في شهر عسل دلوقتي ما بين كابتن لا، ما عصام انا شايف ان هو بيحسس عليه جامد لانه ايه، في احترام جامد، في حاجه انا مش عارفها. لا بالعكس، ده بالعكس، ده احنا بنتمنى كده. هو رئيس لجنه الحكام وهو الاب الروحي والاب الشرعي لكل الحكام، دي حقيقه تمام. ولا يمكن، والراجل من الناس اللي لها افضال عليه بعد ربنا سبحانه وتعالى زي اخرين، فما نقدرش. هو احنا دلوقتي كلام محترم يا كابتن، دي حقيقه والله كلام محترم. دي حقيقه دايما نحب الحقيقه. هو شايف الويل للامانه، الله يكون في عونه. اللي هو عصام صيام شايف الويل من كل حته، خلي بالك، من داخل اتحاد الكوره ومن خارج اتحاد الكوره ومن الاعلام. ده المنظر العام. فاحنا هو اتفق مع كلامنا ان فعلا الحكم المصري مظلوم مظلوم مظلوم، ما فيش حد بيقدر يدافع عنه. هو الحلقه الاضعف زي ما انا بقول وبكررها، يعني الحلقه ده مش عارف يدافع عن نفسه. يعني اللعيب لو جه اي استوديو فيه لعيب وبتاع، اللعيب بيشتبك معاك، وحتى وانت اللعيب اللي هو الغلطان انت طب انا عايز اقول لحضرتك حاجه، احنا عايزين نطلع فاصل وارجع، حضرتك تديني روشته ازاي الحكم يرد على نفسه. نطلع فاصل ونرجع تاني. فاصل ونرجع تاني داخل ملعب اليوم. بص، خلينا عشان حته الكراريه الخير ده اللي داخله في بعضها نحلها خطأ. رساله الاعلامي مش قله ادب، لا. الاعلامي لما يكون قليل الادب سواء يستخدم الفاظ او خلافه، هو ده بيدل على بيئته. خلينا نبقى واضحين. اذا كنت انا في قدامي حدث بطريقه او باخرى عايز اقيمه او عايز اضيف له او عايز اقول رايي فيه، في حدود. خارج الحدود قليل الادب ده بيتعاقب في اكتر من عقاب. وعايز اقول لك على حاجه، ما تضيعش حقك. قله الادب ما بتجيش الا بقله الادب. ما يجي اي واحد مهما كان ويشتمني او بتاع، مش هسيبه على الحكم او رئيس النادي او خلافه. كون ان هو سكت ده قضيته، لان هو عايز يشاور يقول ان هذا الفلان اللي شتمني او حاجه ان هو راجل قليل الادب او حاجه، دي قضيته. وعايزين خلي بالك في المجتمع في بعض الاوقات قليل الادب هو اللي بيبقى زي قليله الادب ست جيرانها او زي ما بيقولوا كده. في، لكن مين اللي بيخليه يستمر؟ جو عام. جو عام، يا اما انت ضعيف مش عارف ترد، او انت مشغول بحاجه تانية تقول لك سيبه يتكلم زي ما هو، او سيبه يهوى، او سيبه زي ما هو عايز. في الحاله دي تستحمل. لكن خلينا نبقى واضحين كده، العمليه تبقى لازم ارد، تبقى اخد حقي. هتسيب حقك، انا مش هاجي اعمل معركتك. يعني انا سمعت احساسي الشخصي ان الكابتن عصام مش معانا في حته ياخد حقه دي. نسمع. لا طبعا انا مش مع ان الحكم يطلع يرد بنفس هذه الالفاظ ويبقى بنفس هذه البلطجه، خلينا نتفق ان دي بلطجه الحقيقه. لكن هناك طبعا في لجنه حكام، في اتحاد كوره، في مستشار قانوني في اتحاد الكوره، هذا الكلام ده صب وقصف. انا عاوز اقول حاجه مهمه، حاجتين، ان الحكم هو المتهم دايما الرئيسي في كل مباراه كره القدم، وده اتهام الحقيقه باطل. عاوزين نرجع لمباراه المباراه اللي احنا قاعدين دلوقتي بنتكلم عشانها، مباراه غزل المحله والنادي الاهلي. هل هي مباراه ازمه هدف ولا هي ازمه في الاخلاق؟ 100% هي ازمه في الاخلاق، وهقول لك ليه عشان ابقى صادق ونحل مشاكلنا بشكل موضوعي. انا شايف ان عمرو رمضان طبعا لاعب نادي المحله، انا بحترمه وبقدره وبقدر كل اللعيبه وكل عناصر لعبه كره القدم. انا شايف ان كان ممكن يكون بطل قومي، نقدر نتكلم عليه سنوات وسنوات، ونتكلم عليه لمده شهور متتاليه من يوم المباراه ممكن لاخر حتى ما تقوم الساعه. في ظروفه دي يا كابتن عصام، يعني في ملعبه تحت الجمهور. يا كابتن سيف الرياضه اخلاق ونبل قبل اي شيء. ده بالعكس، ده هو بهذا القرار وهذا الفعل لو اتخذوا وقال ان الكره هدف، اعتقد كان هيحمي، كان ممكن الماتش ده في ابرياء كثيرين يعني ممكن يموتوا من الامن ومن لاعبي الفريقين ومن الجماهير. هو بقرار واخلاقيات كان ممكن يقضي على هذا. احنا سيبنا كل ده وبنتكلم عن التحكيم. فعلا التحكيم مظلوم، يعني التحكيم مظلوم. الاخلاقيات مش من دلوقتي او مش في هذه المباراه، انا شايف ان هي ضايعه بشكل كبير جدا داخل ملاعبنا. بنشوف اجهزه فنيه بتعترض على الحكم، والمفروض الجهاز الفني هو القدوه للاعبته. المفروض ان لما بيعمل كده بيوتر لاعبته، بيخليه يعترض على الحكم، بيهاجم الجماهير، يعترض على الحكم، يحصل زي اللي حصل. فاحنا يعني يا ريت نحل الموضوع
بموضوعيه. انما احنا دايما بنتكلم بس وقتي وبنقول كلام مرسل وما بنحلش القضيه بشكل موضوعي. كابتن عصام صيام دلوقتي كان ليك كلمه، قال ان انا هستعين بالسماعات دي هتحل جزء كبير جدا من الموضوع، هل فنيا فعلا كده؟ اكيد، يعني يمكن السماعات في هذه المباراه كانت ممكن تحل حاجات كتيره. يعني لو في مشكله حصل بالنسبه للهدف، لو المساعد هو اللي احتسب الهدف، لكن ياسر الحقيقه هو اللي احتسب الهدف، والناس ظلمت ياسر كثيرا في احتساب الهدف، لان الهدف صحيح 100%، وهو بدل ما نقول ان هو قرار صعب تحكيميا بشكل كبير جدا حصل هجوم. هو ياسر انا اخد على ياسر حاجه بسيطه جدا، ان هو عند احتسابه الهدف، لان هو اللي احتسب الهدف وليس المساعد، كان المفروض يجري بقوه الى منتصف الملعب، لان دي كانت هتدي قوه القرار. وحتى لو اعترض عليه لعيبه المحله في منتصف الملعب فهو اعلن للجميع ان الكره هدف، وبعد كده كان ممكن يروح للمساعد، انه راح بعد كده للمساعد، والبعض فسرها انه راح للمساعد عشان ان هو تردد في القرار. بالعكس، هو راح للمساعد لان كان في عدد كبير من لاعبي المحله بيعترضوا على قرار المساعد، وهو المفروض هو الاول واحد بيحمي الراجل بتاعه هو مساعد الحكم، فهو راح عشان يبعدهم عنه واحتسب الهدف. كابتن عصام، قرار الغاء اللقاء هل هو قرار شخصي ولا قرار سيادي؟ لا، انهاء اللقاء، الغاء بيتم قبل المباراه، لكن انا بقول انهاء اللقاء. انهاء اللقاء هو قرار من حكم المباراه فقط. لا يعني هو فعلا من قرار من الحكم ولا تعليمات؟ يعني انا شفت الاحداث. انا يمكن قلت وانا كنت موجود في الاستوديو ان بعد الاحداث اللي حصلت دي، ان لو جبت احسن حكم في العالم لا يمكن انه يستكمل اللقاء، لان خلاص لا ده هيتقبل قرار ولا ده هيتقبل قرار من اللاعبين ومن الجماهير، فده كان افضل قرار وهو القرار الصحيح 100%. استاذ كمال، حضرتك شايف طبعا المنظر اللي قدامنا، الناس اشادت جدا بعديها بالامن. الحقيقه الامن يعني نقول لينا ولا علينا في تغيير كبير، بس وجهه نظر حضرتك ان الامن هنا فعلا سيطر على الموقف ولا كان ممكن يسيطر على الموقف من بدري من قبل نزول الناس؟ لا، هو بص، اصل دلوقتي الامن عنده مشكله، ما بقاش هو يبادر الفعل في كل حته. يعني انت دلوقتي ده انت لو في ضابط في مشكله وفي مجرم بيجي في عايز لازم لو هو تجرأ الضابط واطلق رصاصه ضد بلطجي او مجرم، تلاقي 17 منظمه دوليه دول وحقوقيه والدنيا اتقلبت. فهم عندهم كسره جواهم، هو مستني. فالامن هنا تعامل بحكمه، لان في دلوقتي مشكله ما بين حكم وما بين جو عام، هو لو دخل كانوا قطعوه. فهو ناس بتحترم، يعني الامن احترم نفسه في هذا المنظر او المشهد المؤلم. لكن تعالى كده، شايف الجماهير اللي نازله، جماهير الغزل، شايف جماهير النادي الاهلي. يعني انا شايف اتحاد الكره قال لك الشماريخ ضربتها جماهير النادي الاهلي هي اللي اسقطتها في الملعب. انا شايف جماهير الغزل هي اللي كانت ماسكه الصواريخ وماشيه بيها، وهي اللي بتحاول تفخخها. التراس الاهلي في المباراه ديت، يعني انا يعني الشرطه خلصنا احنا الشرطه قامت بدور بضبط النفس وحاجه، يعني بالامانه كل التحيه والتقدير لرجال الشرطه في هذا الجو الارهاب. كانت الخسائر مباراه وحكم وهدف والموضوع محصور، والاهم كل من اخطا ظهر وخد حقه. يعني اذا كان المدير الفني للغزل او بعض اللعيبه او خلافه، كله في نفس الوقت. التحيه والتقدير لارترس النادي الاهلي، لانه ما تجرجرش او ما اتجذبش لمعركه مش بتاعته. هو كان بيدي رساله، كان الجماهير او قائد جماهير الالتراس كان مدي ظهره لكل الطوب اللي كان بيقذف عليه او بيسدد عليه هو وجماهير. ودي لقطه بيقول لك حاجه فيها جماهير النادي الاهلي في هذه المباراه تحديدا، ان الالتراس قادر على ضبط ايقاع الشغب داخل مباريات. حاجه الثانيه، رساله للمسؤولين سواء في اتحاد الكره او خلافه، من فضلك انا استطيع ان انا اكون ميليشيات شعبيه داخل المدرجات للسيطره عليها. كلام حضرتك عاجبني، يعني هاخد مكالمه وارجع هكمل بقيه الكلام، بس انا الكلام عن الالتراس ده يعني فعلا عاجبني، هكمله. معايا الحاج احمد صيفي. مساء الخير يا حاج احمد. مساء الخير يا استاذ سيف. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله، وبسلم على استاذ عامر وكابتن عصام. حاج احمد، اهلا بيك يا حاج احمد. حاج احمد، طمنا على الجونه وعلى اهل الجونه، عاملين ايه؟ والله الحمد لله، يعني طبعا النتيجه الاخيره يعني اللعيبه كانت طبعا بره مستواها خالص، مش هي دي لعيبه الجونه اللي كانت ماديه في بدايه الموسم. بيقول الحمد لله، ويقدر ان شاء الله الكابتن عنده رؤيه يعني قاعد معاهم قاعده كويسه ان شاء الله، وماتش المصري يبتدي ان شاء الله صفحه جديده. سمعنا ان حضرتك طالب حكام اجانب، وده ملف كان الفتره اللي فاتت شائك جدا، وكانوا دايما بنتكلم ان احنا يعني عايزين ندي ثقه لحكامنا، وبعدين جه الجونه بيطلب ان هو يفتح الملف من جديد. هل الكلام ده مظبوط؟ حضرتك فعلا عايز تستعين بحكام اجانب في لقاء الزمالك؟
انا مع العلم انا طلبنا حكام اجانب قبل ماتش المقاولين عشان ما حدش بس يربط ما بين ماتش المقاولين وطلبنا الحكام. احنا طلبنا حكام اجانب لبعض من المباريات اللي هي زي الاهلي والزمالك والمصري في بورسعيد والاتحاد في اسكندريه والمحله في المحله بس. لكن مش باقي ماتشات كلها ولا الكلام اللي بيتقال حضرتك. طب حاج احمد، ايه الاسباب اللي بتخلي يعني نادي الجونه او بتخلي حضرتك تلجأ للحكام الاجانب او تستريح نفسيا في وجوده؟ والله احنا بص حضرتك، يعني انا مش طبعا حكام مصريين طبعا، يعني الواحد بيتمنى له طبعا يعني التوفيق باستمرار، وانا متابع الحلقه، والمفروض احنا كله ينظر للحكام المصريين من اتحاد الكوره. اقل شيء حتى زي ما بيقولوا ان السماعات اللي هي بيستعملوها في مباريات الدول العالم كلها وصلت، واحنا لسه ما جبناش حد النهارده. في المقابل يعني اتحاد الكوره بسم الله ما شاء الله يعني بياخد غرامات مننا كتير قوي، يعني ممكن يجيب فيها السماعات دي. انا بطالب بس يعني انت شفت حضرتك اللي حصل في ماتش المحله، احنا دايما بنحترم للاسف، يعني للاسف ما زلنا بنحترم طبعا البرنيطه والاجنبي. انا عايز اطلع بالمباراه لبر الامان، انا عشان كده اخترت الانديه الجماهيريه اللي بتبقى على ارضها بتبقى في صعوبه. اختار زي ما كان في سنه من السنين اخترت المحله والاتحاد السكندري بره. وبعدين عايز اقول لحضرتك حاجه برضو، ده كله برضو من مردود بعض القنوات ومن بعض الاعلاميين اللي هو للاسف انا بصارع الهبوط انا والمحله. كان في قناه كان عليها يعني اعلاميين كبار للاسف رياضيين، قال لك احنا كلنا لازم نروح ونشجع نساند نادي المحله. طب ماشي اوكي، نادي المحله فريق جماهيري وكلكم قاعدين تساندوه، ما لازم برضو نبقى الفرقه ليها حق برضو، احنا بنشترك احنا في الدوري صوره. يعني انا برضو عايز ارجع واقول ان برضو اللي بيعمل كل الازمات دي بعض من الاعلاميين اللي هم بيتكلموا، او من بعض من النقاد اللي هو بيطلعوا في التلفزيون بيتكلموا كده على تحكيم، على مسانده. طب حاج احمد لو قلنا يعني لو رجعنا بالذاكره شويه هنلاقي برضو ماتش الاهلي في الدور الاول في استاد القاهره، الجونه برضو لعب واخد حقه وكان حكام مصريين. انا ما قلتش حاجه يا كابتن، عايز اقول لك حاجه، انا لما بروح العب اهلي زمالك دي كلها ببقى مطمن ان لجنه الحكام بتحكم لي بالتعيين لحكام كويسين. انا عايز اقول لك حاجه، انا دايما مش بختلف مع حكم الملعب، انا كل اختلافي دايما مع حامل رايه. للاسف يمكن الكابتن عصام يعرف ان حامل رايه ممكن يلغي هدف، ممكن يحتسب هدف، يعني حامل رايه وحصل كتير. وانت شفت حضرتك ماتش انبي حامل رايه تسبب في اقاله جهاز كوره بالكامل في نادي انبي. هل افهم من كلام حضرتك ان حضرتك حاطط ماتشات معينه الفتره الجايه حكام اجانب، اهلي زمالك اسماعيلي محله؟ اهلي زمالك اسماعيلي محله اتحاد مصري. شكرا الحاج احمد الصحيفي المسؤول عن نادي الجونه. الحقيقه يعني خبر صعب. هرجع لحضرتك في حته الارتس عشان الكلام كان عاجبني. فكانت يعني الاهلي جماهير الاهلي كانت في تحدي كل الناس، لان استطاع في الفتره اللي فاتت الاتحاد المصري لكره القدم وبعض قيادات النادي الاهلي ان هي تحرق الجماهير قدام الناس اللي هي السبب، وان هي قرارات وعقوبات. لجنه المسابقات في الاتحاد المصري لكره القدم بتقول ان جمهور الاهلي مشاغب، لكن في تلك المباراه ردوا الرساله وبعثوا رساله واضحه، احنا مش مشاغبين، الالتراس او الجماهير الكره هم افضل عناصر اللعبه، ناس هواه. بمنتهى الصراحه جمهور الكره افضل ام مجلس اداره اتحاد الكره افضل؟ جمهور الكره افضل من اي حد موجود في عناصر كره القدم المصريه، يعني هم الافضل. المشكله جوه والمشكله بره. ده راجل بيدفع من جيبه عشان يروح يسقف. لا مشكله الانقسام فين، جوه ولا بره؟ انقسام مين وفين؟ انقسام يعني الناس مقسومه فين اكتر؟ الخلافات فين اكتر؟ في اتحاد الكوره ولا في الجمهور؟ لا بص هقول لك حاجه، لا الجمهور ايد واحده، لا خالص. الجمهور ايد واحده. اتحاد الكوره ده بص هقول لك حاجه، اللي بيحصل في اتحاد الكوره ما هو لو ما فيش مشاكل مش هتوصل لك المشاكل، يعني لو ما فيش مشاكل بين اعضاء مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم واختلافات والكلام ده، بس ما كنتش انت وصل لك. لكن انا هقول ان انا ما بحترمش اي واحد داخل الاتحاد المصري لكره القدم بيوصل او بيبعت رسائل او بلاغات للنائب العام من الفضائيات، ده ما بحترموش وما بحترمش كلامه، لانه لو هو شجاع عارف النائب العام يروح يكتب ويعمل. عشان كده معظم الاتهامات الموجهه للاتحاد المصري لكره القدم من اعضاء الاتحاد او من خلافه في شنك، يعني عشان بدليل سمير زاهر ما زال رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، الأعضاء ما زالوا موجودين، لم نسمع أن أي منهم تم إدانته في أي بلاغ فضائي أو أي بلاغ من هذا القبيل من أعضاء مجلس إدارة. أول ما يجي عضو مجلس إدارة الاتحاد ويجيب الورق ويتكلم في الفضائيات عن قضية ما واتهامات وفيها فلوس وماتش البرازيل وخلافه، أعرف أن هو راجل مفلس تماما ولا يستحق حتى الكرسي. لو شجاع يروح للنائب العام ويقدم أوراقه. صح. كابتن عصام،
هطلع فاصل وارجع لحضرتك. ملف الحكام الاجانب في ناس كتير بيقولوا انه هيخلص على الحكام المصريين، هل ده صح ولا غلط؟ نطلع فاصل وارجع لحضرتك. فاصل ونرجع داخل الملاعب اليوم. ومن جديد اهلا بكم اعزائي المشاهدين داخل الملاعب اليوم، وهنروح بقى لملف الحكام الاجانب ونعرف هيخلصوا على المصريين ولا لا. هو انا طبعا رافض تماما فكره استخدام حكام اجانب، لانه فعلا ده تشكيك في الحكم المصري وعدم ثقه في الحكم المصري. خلينا نكون واقعيين ونتكلم بامان. انا كنادي هجيب 7 أو 8 مباريات حكام اجانب، يبقى اذا انا لا اثق في الحكم المصري في هذه المباراه. طب ليه اثق فيه في مباريات اخرى؟ يبقى اذا النادي اللي يطلب حكام اجانب، وانا الحقيقه يعني بأناشد اللي هو عصام صيام اهلا وسهلا، ولكن لكل مباراه الدوري وليس لمباراه بعينها، لان تيجي تحسبها تلاقي عدم ثقه في الحكم المصري. واحنا لو وفرنا هذه المبالغ يعني الطائله لاستخدام حكام اجانب والعمله الصعبه اللي احنا في اشد احتياج ليها، واقتصادنا في اشد احتياج ليها في هذه الظروف الرهينه اللي بتعيشها البلد، اعتقد هذه المبالغ لو اتوفرت للي هو عصام صيام اعتقد يعني هيعمل كوادر تحكيميه غير عاديه، واعتقد ان مصر تحتكر التحكيم في العالم لو توفرت بس المبالغ اللي وفرت لاستخدام حكام اجانب. رأي حضرتك في الظروف اللي زي دي اللي هو عصام صيام يقبل ولا يرفض ويتمسك ويقول هو ده اللي موجود الحكم المصري؟ خلينا نكون واقعيين، لا اللي هو عصام صيام ولا اي رئيس لجنه دائما بيكون هو صاحب القرار. اتحاد الكوره هو اللي بيكون صاحب القرار، ودائما اتحاد الكوره ما يرضخ لطلبات الانديه، لان زي ما قلنا استاذ كمال قال التحكيم هو الحلقه الاضعف، وانا قلت التحكيم مش موجود على خريطه الكوره المصريه، فعشان كده بيقبلوا. دي الحقيقه. هنرجع تاني أضيف بقى. لك جمله قبل ما ترجع. اتفضل. لو ان حكم اجنبي كان بيدير ماتش الاهلي والغزل ما كانش حد جرؤ ان هو يعمل المشهد المؤلم اللي احنا شفناه. بكررها لك، لو ان حكم اجنبي كان بيدير الماتش كذا كذا، لان مع الاسف احنا ما زلنا بنحترم وبنخاف من الاجنبي وما بنديش تقدير ولا بنلتفت لحاجات الجميله اللي جوه المصري. هاخدك في حته بقى بتعجبك. اتفضل. لما جه ماتش مصر والبرازيل قعدت مع حضرتك فقلت لي ايه؟ قلت لي بص ماتش مصر والبرازيل ده كان من فتره بس انا فاكر يعني، قلت لي ماتش مصر والبرازيل ده هيتفتح له فايلات كتير ويتكلم فيه مواضيع كتير وملفات كتير، هتعمل دوشه كتير بس مش هيحصل حاجه خالص، الا هتتاثر منظومه الكره المصريه والحكام والناس اللي بيتاثروا باداره اتحاد الكوره. تمام. وده كان حصل. المعلومات اللي كانت عند حضرتك ايه؟ انا اوضح لك ان انت كنت اختلفت وقتها، وانا مبسوط ان انت قلت ده. بص انا بقالي 30 سنه في الوسط الرياضي، استطيع ان انا احكم على الشخص اللي قدامي. حكمي على الشخص اللي قدامي ما بيجيش من غوغائيه او بيجي كده، لا. طالما انت جيت. هقطع حضرتك دقيقه بس نروح تونس ناخد وليد الهشري نعرف اخر الصفقات. مساء الخير كابتن وليد. مساء الخير. مساء الخير. ازاي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله كابتن سيد، الحمد لله. سمعنا معلومات شبه مؤكده وعايزين نطمن منك، هل فعلا في اتفاق نهائي لنادي الزمالك ولا لسه في كلام مع الترجي التونسي؟ والله في الحقيقه ما زال في كلام مع الترجي الرياضي التونسي. الفريق نتاعي الترجي الرياضي التونسي قدم لي عرض وانا في الايامات هذه باش نحاول نقرر مصيري، على خاطر الوضعيه يعني ماهيش سهله معناها كما بيشوفوها بعض الناس. انا عندي مسؤوليه وفريقي معناتها كان بحاجه ليا وهو يحب يمدد معي العقد، لكن نادي الزمالك زاد اعطاني عرض، وانا بصراحه لازمني نفكر ونخير معناها شنو الحاجه الباهيه المستقبلي. نقدر معناتها كما قلت قبل صرحت كنت نقدر معناها فريق الزمالك اللي خمم في انتدابي وفكر في انتدابي، كيف زاد الترجي الرياضي معناتها فريقي وقدم لي الكثير، وما نجمش معناها نعمل حاجه اللي باش تغضبهم. ان شاء الله اللي فيه الخير ربي يسهل فيه، وكان نلقاو حل معناها من الطرفين. انا ما عنديش مشكله، المفيد نكون انا معناها مرتاح وفريقي مرتاح. يعني نفهم من كلام حضرتك في النهايه ان يعني نعتبر وليد الهشري في نادي الزمالك
ولا لسه يعني الموضوع في حيز التفكير؟ الموضوع ما زال في حيز التفكير، ما في حتى شيء رسمي إلى حد الساعة هذه، ما صار حتى شيء رسمي، لكن الاتصالات موجودة يعني بصفة كبيرة. يلا بالتوفيق ان شاء الله يا كابتن وليد، ونتمنى نشوفك في نادي الزمالك قريبا ان شاء الله. قول لي. اتحاد الكوره قلت لي على سفريه البرازيل دي هتقسم الترابيزه، هتولع الدنيا، هتنزل على ما فيش. ده انت اللي قلت، وانا قلت لك انا ولا حاجه خالص. انت قلت لك لا دي هتولع الدنيا، انت قلت لي مش هتعمل حاجه خالص. والنتيجه ان انا كسبتك، يبقى عليك ليا ده المعتاد اصلا. انت عارف ايه اللي خلاني اقول كده؟ اول ما يجي اي مسؤول في اي حته ويبدا يتكلم في الفضائيات احس ان هو خايب، مش قادر يدير الازمه بتاعته، لكن بيتسول مناطق تأييد، بيتسول، عايز بيضمك، بيضم اي حد في الاعلام، بيعمل ده عضو مجلس الاداره بالظبط. لان لو هو جدي جدا وقال ان في سرقه او قال فلوس، عليه ان يروح للنائب العام في ورقه. هو في اثنين اعترضوا، كابتن مجدي عبد الغني، الدكتور كرم كردي، حضرتك تقصد مين؟ لا الدكتور كرم كردي تحديدا. بص، احترامي وتقدير ومحبتي للدكتور كرم كردي، لكن انا شايف في الفتره الاخيره اصبح بيستغل من قبل مجموعات المناهضه لسمير زاهر تحديدا. يعني اذا كان في واحد على خلاف سمير زاهر تبص تلاقيه طالع هنا وطالع هنا وطالع هنا، هم تصفيه حسابات لكن عن طريق طرف ثالث. وده الدكتور كرم كردي كل احترام وتقدير، لاني انا اعرفه شخصيا، راجل يعني ايه، يعني انا مش متوقع ان هو يلف على الفضائيات عشان يطلع في الفضائيات، هو مش محتاج الحته ديت، لان ده يعني انا في حاجه غلط. لكن ان انا شايف ان قال واطلق قرارات واطلق كلام واضح ان في سافروا قطر كذا وكذا 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 وكذا، والدنيا كركبت، وتقرا تصريحاته الناريه في كل حته. لو انت ما عندكش عقل تروح تمسك سمير زاهر تموته. لكن سمير زاهر لما طلع 5 جمل ده في كذا وفي كذا وفي كذا، هو حتى ما طلعش واعتذر، ما احترمناش ان احنا صدقناه ومشينا وراه لفتره معينه وطلع موضوعه مش مظبوط. وده حاجه مؤلمه، لان الراجل مش محتاج اعلام يعني اللي انا اعرفه. لكن اللي انا شايفه خصوم سمير زاهر تحديدا الان يستخدمون كرم كردي للنيل منه، وده غلط، ما ينفعش. راجل عنده شخصيه اعتباريه، راجل اللي عنده مكانه ما ينفعش يعمل كده. انا هقول لك على حاجه، اللي انا كده انا ساعتها قلت له فعلا روح للنائب العام. لو راح للنائب العام انا احترمه، لان لو النائب العام قال ان سمير زاهر مخطئ عليه ان هو ينال جزاؤه، لو قال ان هو مش مخطئ على كرم كردي ان هو ينال جزاؤه. هو خاف من الحته دي. لكن انا هقول لك على حاجه، قبل ما اجي من 3 ايام واحد جاب لي ورق كده ضد كرم كردي، الدكتور كرم كردي، انا اسف جدا، بيقول لك في كذا وفي كذا وتربح ايه والكلام اللي هو كذا، وما يعرفش علاقته بمين في امن الدوله، وجايب فلوس، حدوته مؤلمه جدا. اللي جاب لي الملف ده قلت له انا اسف جدا، ما تدخلش ان انا انال من واحد انت جاي لي ليه؟ هو جاي يستخدم نفس طريقه الدكتور كرم كردي ان هو في الاعلام. ده مرفوضه. وانا بايد كلام حضرتك. انا قلت له ما تكلمش على حد، ما تفتحش ملف غير ما يكون فيه مستند. خد الملف. لا ما ممكن بص، صناعه الملفات دي عمليه معقده جدا وبسيطه جدا، وممكن تضرب ملفات وحاجات حدوده. ده في 85 مليون شكوى من 85 مليون مصري عند النائب العام ضد 85 مليون. العمليه معروفه. قلت له روح للنائب العام لو لك حق. الراجل حتى واحد يعني معروف، قلت له انا اسف جدا انا ما ادخلش في الموضوع. هقول لك على حاجه ثانيه، في واحد عضو مجلس اداره برضه كذا، اخوه جاب لي حاجات ضده، اخوه وكلمني في التليفون وحدوته وجاب لي. قلت له انا اسف جدا، في حقوق يعني ايه، انا بتعمد ان انا اكون جانب الاخلاقي هو الموجود في شغلي ببساطه قوي عشان احصل على نسبه من المشاهده او نسبه من القراء وبتاع، ان انا انشر ضد عضو مجلس الاداره ده. لا اسف جدا ما ادخلش انا اللعبه دي، لان لازم يكون عندك اخلاق. استاذ كمال في 5 ثواني، هل الناس دي عمرها طويل في اتحاد الكوره؟ الناس اللي هم مين؟ اللي حضرتك بتتكلم عليه؟ لا بيتكشفوا، بس هو في مشكله. عمرهم طويل لسبب عندنا الذاكره بنفقدها. هات لي كل واحد تصريحاته وشوف كل التصريحات اللي ضد المجلس اداره الاتحاد المصري لو تشوفها تولع في سمير زاهر. لكن لحد دلوقتي ما زال سمير زاهر قاعد، يبقى هم اللي مش مظبوطين، هم اللي بيحاولوا يستغلونا، وده خطا مرفوض. كابتن عصام في اخر دقيقه لان وقتنا قرب ينتهي، الروشته اللي هي تخلي الحكم المصري واجهه مشرفه قدام العالم بادائه. والله انا شايف ان الكل يتكاتف مع لجنه الحكام، اسره التحكيم، اتحاد الكوره رقم 1. يعني اللي هو عصام صيام عنده افكار، عنده تطلعات للتحكيم المصري مستقبليه، عاوز يعمل حاجه للتحكيم، انا اتفق معاه في كل ده. بس ده لوحده مش هيقدر يشوف النور، هذه الافكار مش هتشوف النور بدون مسانده اتحاد الكوره ان هو يوفر له الامكانيات. احنا عاوزين تحكيم ملائكي
وما بنوفرش ابسط حقوق للحكام. يعني معادله غير منطقيه على الاطلاق. ودايما الحكام هم في قفص الاتهام، ودايما الحكام مهانين، ودايما الحكام هو اللي فعلا الشخص اللي تحب ان تكرهه زي ما بيقولوا. فالامور صعبه قوي، يعني شايف الامور صعبه. آن الأوان إن احنا نقف بشكل فعلا في حب، خايفين على لعبة كرة القدم، لأن التحكيم هو أهم هذه عناصر لعبة كرة القدم. إنما بهذا الأسلوب إن احنا كل مباراة وتحصل مشكلة ونقعد نقول نعمل وما نعملش والكلام المرسل ده لحد ما الأمور تمشي وتمشي المباريات وتيجي تحصل مشكلة، لا، احنا عاوزين فعلا نحل حل حقيقي وحل موضوعي، ولازم الناس تفهم يعني إيه تحكيم. لان في ناس كتيره جدا في اتحاد الكره ما يفهموش يعني ايه تحكيم، ما يفهموش يعني ان العنصر ده عنصر مهم جدا ويقدر يعمل لهم مشاكل كتيره وحل اتحادات قبل كده. فاتمنى ان هم يفهموا من درس مباراه غزل المحله ومباراه النادي الاهلي، ان انا دايما بقول هي مباراه أزمة أخلاق وليست أزمة تحكيم على الإطلاق أو أزمة هدف. كابتن عصام بشكرك، وقتنا خلص، بحييك، ببارك لك على علاقتك بالكابتن عصام صيام ورجوعك. بالعكس دي العلاقة اللي هي الطبيعية. ده كلام محترم. شكرا أستاذ كمال، مشرفني دايما، وإن شاء الله بإذن الله تكون معايا على طول. أشكرك يا كابتن. شكرا. الحقيقة خلصنا حلقتنا النهارده، استنونا مش بكرة في ماتش يوم الأربعاء إن شاء الله في نفس الميعاد وحلقة جديدة من حلقات الملاعب اليوم.